كفراجيه اللي كيخدموا الدروج. ها واحد الطريقه سهله وسريعه باش تركب المارشات. فعاوت اللي كتطلع الحصول وتفرض عليك تقطع المارشات عبار، ولا الطريقه اللي كدير بلانشه فوق بلانشه تحط عليها المارشات كتخلي لك الرواكل ما بين المارشات. وهاد الطريقه كتهنيك من القطوع وفي نفس الوقت ما كتخلي لكش الرواكل وكتسهل عليك حتى الخدمه. كتضرب المارشه الاولى ديالك كتسمر قرطه وكتوزنها هنا وكتمشي كتحط عليها، تحط المارشه تضرب عليها ضرب قرطه وتوزن عليها، كتسهل عليك حتى في الخدمه. كيكون عندك مثلا كتسمر فوق البلانشه، هاد المارشه ديما كتبقى تلعب، هادي ما كتعبر العبار ديالك تحط فوق منها، خصوصا الا كان الدروج فيهم 17 ونص يعني قدام قد القرطه. صافي كتحط القرطه كتحط المارشه ديالك هنا كتسمرها كدير الميزان تسمرها من ليه. هاد الطريقه كتحيد عليك القطوع وكتسهل عليك الخدمه وما كتخليكش داك الرواكل اللي كيبقاو ما بين المارشات. حاجه وحده خص الكوفراج يجي فيني، يعني ملي تكون كتسمر الكوفراج ديال السلوم خصك دير العبار ديالك فيني. عندك متر و20 كدير متر و20، عندك متر و30 غدير متر و30، عندك متر و10 غدير متر و10. يعني داكشي اللي عندك في العبار ديال الدروج كديرو فيني باش هاد القراطي كيجيو كيتسمروا عليه. ماشي بحال الطريقه اخرى كديرو خارج وتولي تحط من فوق تحط البلانشه من فوق منه، هذا كديرو فيني. هاد الطريقه راه كاين المعلمين اللي عارفينها وخدامين بها، ولكن الاغلبيه ما كيعرفوهاش، وانا ديما كنحاول نشارك معلومه مع الاخوان اللي ما كيعرفوهاش. هذا ما كان كيعاون ربي.